الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. بارك الله لكم رمضان وبارك الله لكم العيد وأحياكم الله سنوات وسنوات لتدركوا رمضانات وأعيادا أخرى أعادها الله علينا وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها باليمن والخير والبركة. حبينا اليوم خطبتنا تكون بعنوان لملم شتاتك. يقدم القرآن الكريم مثل، والقرآن الكريم معبي بالأمثال ضرب فيها الله للناس من كل الأمثال، لأنه سيكون دليل للإنسان في حياته الخاصة، في علاقته بنفسه، في علاقته بغيره، في علاقته بمحيطه، في علاقاته بالعالم والناس اللي يشاركون ظروفه في الزمان وفي المكان. ربي يقدم لنا مثل في سورة الزمر، يقول: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. شوف القرآن الكريم يعطينا مشهدية، هذه المشهدية ثنائية، لو نتخيلوها نلقاو من هنا ثم وضعية وتقابلها وضعية. الوضعية الأولى فيها مملوك خادم ولكنه تحت تصرف وتحت أمر مجموعة من الموالي، أسياده اللي يحكموا فيه، مواليه اللي يحكموا فيه متعدين وهم أصلا طبيعتهم سيئة، متنافرين فيما بينهم، متخاصمين ويطلبوا طلبات متنوعة إلى درجة التناقض والاختلاف، وكل واحد منهم يحب هو اللي كلمته تمشي على المملوك هذا، على الخادم هذا. فهي وضعية تشتت، وضعية تفرق، ووضعية اختلاف. وعندي المشهدية الثانية: رجلا سمحا لرجل، خادم واحد يحكم فيه سيد واحد اللي هو سيد مولاه. وضعية متاع تجميع، وضعية متاع ائتلاف. عندي ماذا وضعيتين القرآن الكريم يقابل بينهم: وضعية اختلاف وتشتت، ووضعية تجميع وائتلاف. ورب يقول: هل يستويان مثلا؟ شنو المنطوق نتاعهم؟ فاش ما يتساووش؟ ما يتساووش في كون لو نعملوا ركح مسرحي منا ومنا ونشوفوا مع بعضنا
نتصور المملوك اللي يحكموا فيه الناس كثر، 7 ولا 5 ولا 6 يحكموا فيه، وكل واحد يطلب طلب. واحد يقول برا اعمل قهوة، والاخر يقول برا نمشي اغسل الكهرباء وحضرها، والاخر يقول برا هز الطفل يقرا، والاخر يقول برا ما نعطيك فاتورة الانترنت برا نمشي يخلصها. وكل واحد يحب يجري عليه الامر بتاعه ويطيعه هو يجي ماشي يجي هنا وين ماشي، يقول له نمشي مش قلت لك برا اعمل هكا، وهو يجي يتحرك ويقول له ماني قلت. شنو هي الوضعيه باش يكون فيها المولى هذايا الخادم هذايا؟ سيعيش حركه تاع دوار، ما يسمع شيء، يجن ويهمل، ولكن في نفس الوقت ايضا ما يستفادوش منه الناس اللي هم جايبينه باش يخدمهم، ما يستفادوا حتى شيء، لانه ما ينجم يقدم حتى خدمه. هذه الوضعيه الاولى، وضعيه الاختلاف والتشظي والتشتت. رجل فيه شركاء متشاكسون. الوضعيه الثانيه من هنا على المسرح من هنا باش نشوفوا وضعيه نتاع مولى سيد وعنده مملوك يؤمر كان هو برا يجيب له قهوه، يمشي يجيب له قهوه وبالشروط اللي يحبها، ناقصه سكر ولا زايده كذا، امشي اعمل كذا يعمل كذا، اتفقد كذا يتفقد كذا، ويحاسبوا على الوظيفه اللي يطلبها منه والامر اللي انزلوا عليك. السؤال شنية الغاية والحكمة اللي حبنا المولى تبارك وتعالى نستنبطوها نستخلصوها من هالمقابلة بين المثلين؟ قال هي رسالة، الأمثال هي طريقة بيداغوجية لتوضيح المعاني وتقريب الفهوم وترسيخ الأفكار اللي فيها نوع من التعقيد والصعوبة في أذهان الناس. ولذلك يجيب ربي مثل، يجيب مشبه ومشبه به ويعطينا الدرس. قال الوضعية الأولى تاع رجل فيه شركاء متشاكسون هي وضعية الشرك والمشركين. فإن الشرك هو مسلك عقدي يقوم على أن يتوجه المشرك في تقديسه وفي إيمانه وفي عبادته وطاعته إلى آلهة متعددة، وهذه الآلهة المتعددة لا تواصل بينها ولا تقارب بينها، فإنه إذا اعتقد أنه يرضي هذا الإله فإنه يجد نفسه تأخر عن إرضاء هذا الإله الآخر. وإذا أرضى الإلهين يكون ثم أمر متاع آلهة أخرى، فتتشعب عليه الأمور والأوامر والنواهي، ويعيش كيف المجنون حيران متردد، في نفس الوقت مضطرب فاقد للتركيز خائف مرعوب، لأنه ممكن أي إله يحاسبه ويعاقبه على أنه فرط في تطبيق الأوامر بتاعه أو تنزيل الأوامر بتاعه إلى الفاعل. وهذه يصورها القرآن الكريم وضعية المشرك الخائف المتردد التعيس الشقي، يصورها يقول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شوف التصوير العظيم، مسيب هبط ما يشدوا لا مظلة ولا ناس سيبوهم حافظين على حياته. اللي يشرك بربي فكأنما خر من السماء، أي ما يكفيش فتخطفه الطير وهو
وهو هابط في السماء تمشي ليه الطيور الجارحة وياكلوه وينبشوه ويلتهموه وهو في السماء، أي لا يبقى له أثر. وفعلا المشرك لا أثر له، وإلا تهوي به الريح في مكان سحيق. تغيب الريح في مكان من الأرض في داووس في جب من الجبال الشاهقة حتى لا يبقى له أي أثر ولا يمكن أن يعرف مكانه من أي عنوان، ما بقى منه شيء. هذه وضعية المشرك، هذه وضعية اللي فيه شركاء متشاكسون. أيوة الوضعية الثانية، الوضعية السليمة، لأن ربي قال ورجلا سلما لرجل، وضعية سليمة صحية، هي الوضعية القاعدية المفروض تكون. وأنه المملوك أو العبد لله المؤمن يتبع عقيدة التوحيد، والتوحيد مسلك عقدي يقتضي وأن المؤمن يؤمن بإله واحد يعبد ويطيع إله واحد ويمضي أوامره ويجتنب نواهيه، وعنده قانون واحد ودليل واحد يلتزم وما يخرجش عليه. نفس هذا الذي يكلفه هو الذي سيحاسبه. الوضعية متاعه وضعية متاع أعلى درجات التركيز والاستعداد الذهني ووضوح الرؤية. نفسياً وضعية الطمأنينة، لا تردد لا خوف فيها، وضعية الاستقرار، وضعية الاستواء والتوازن. إذا ربي من خلال التمثيل هذايا قال لنا هاو المؤمن اللي يعبد إله واحد، اللي يقول لا إله إلا الله ويمشي عليها. الوضعية بتاعه كيفاش؟ اللي القرآن الكريم يلخصها: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وضعية الطمأنينة، وضعية الاستواء، وضعية وضوح الرؤية، ووضعية السعادة والاستقرار. هذه بنا الدرس نتاعنا من هاتين الوضعيتين المتقابلتين. ربي يختم الآية: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يلي أنت على دين التوحيد ووصلتك لا إله إلا الله، خاصة نحن ما تعبناش عليه كما إبراهيم وكما سلمان الفارسي. جدنا نلقوا آبائنا ونلقوا أهالينا علموها لنا، ما تعبناش عليها. احمد ربي على النعمة اللي انت فيها بلا إله إلا الله. احمد ربي على وضوح رؤيتك، على استقرارك، على توازنك النفسي، على أنك لا تعاني تردد ولا خوف ولا اضطراب ولا شذوذ نفسي، فأنت على محك السعادة ومحك الفرحة بهذه العقيدة. ويعطينا القرآن الكريم هذا الخط بتاع التوحيد والسعادة به عن أنبياء كثر. عن إبراهيم الخليل. إبراهيم وقت اللي قال الأهل وقال القوم على عبادة الله الواحد هم كانوا وثنيين، كانوا يقولوا اسكت رانا نخافوا عليك، لا يمسوك الآلهة بتاعنا اللي تتكلم فيهم بيسوء، راه ما يقبلوش وانك تتكلم فيهم كما هكا. إبراهيم شوف ايش يجاوب: يقول وكيف أخاف ما أشركتم؟ كيفاش تحبوني نخاف
اللي أشركتم التوبة بالله، فهمتني؟ ولا تخافون، أنتم ما تخافوش، المفروض أن أنتم ما تخافوا أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فمن أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. بلا العقدة متاعنا وين نحن في الإيمان وفي الشرك؟ في السر العظيم هدايا اللي هو الأمن والأمان، وذاك علاش تسمى الإيمان بالله. شكون اللي عنده خوف وشكون اللي يعيش في أمن وأمان؟ فمن أحق بالإيمان؟ الذي قال لا إله إلا الله وسلم وكان واضحا في رؤياه مريدا في اختياره سعيدا بإيمانه مطمئنا باستئناسه بربه الواحد، أو الذي يعيش في خضم شركاء متشاكسين؟ فمن أحق بالأمن؟ ويزيد يفسرها إبراهيم، هالبروسيسوس هدايا، هالمسلسل هدايا، فهمتوا؟ آلهتكم وأصنامكم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. واحد، الرقم واحد. وشوفوا الرقم هذا كيفاش باش يمشي معنا في المحطات. من هو هذا الرب الواحد؟ الذي خلقني فهو يهدي، الإله الذي يخلق. والخلق هو أعظم دلالات الألوهية والربوبية، ولكن ما يخلقش ويسيبك هكا فكرا ولا فكرا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يخلق ولكنه يهدي أيضا ويعمل دور ويعطي الأدوات لتساعد على تنفيذ ذلك الدور، ويكون هذا الدور دور فيه خير وصلاح. خلقني فهو يهدي، وهو نفس الإله. الوظائف كل بيته هو يطعمني ويسقي، ما يخلقش بها ملكات. هو الذي يمارس أيضا عنايته بخلقه، وعلى رأس مظاهر العناية هذه هي إيجاد أسباب الاستمرار والبقاء. يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. والمرض عند إبراهيم ما هواش السقم الجسدي، إنسان هزته سخانة ولا مرض بالروماتيزم، لا. عند إبراهيم السقم والمرض هو الخروج عن معرفة الله، الغفلة عن عبادة الله. ولذلك علاش هو نظرة في النجوم قال إني سقيم، لأنه أحس وأنه عبادة قوم هي شذوذ عن القاعدة العامة للتوحيد، فهو مرض. كيما يخرج العضو وما عادش يمتثل للدور نتاعو الطبيعي من جملة أعضاء الجسم، هذاك العضو المريض نمشو نداوه. أيوة بعدها هو نفس الإله الذي يغفر الخطيئة يوم الدين، وهو الذي يميتني ثم يحييني، وهو الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. شوف المحطات وشوفوا معايا الرقم واحد، التوحيد واحد، الخلق والهداية واحد، يطعم ويسقي واحد، هو الذي يشفي عند المرض واحد، هو الذي يحيي وهو الذي يميت. فهو قادر على الخلق في بدايته وقادر على شطب هذا الخلق وإعادته إن شاء، وهو الذي يحاسب من الخلق الأول مرورا بمحطات الحياة إلى المصير الأخير، الكلها عند إله واحد، وظائف مختلفة ولكن الإله واحد. نفسه اللي عبر عليه يوسف عليه السلام وقت اللي دخل للسجن ودخلوا ولقى معاه
الفتية والناس: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وناه الخير، أناه الأسلم، أناه الأصح. أرباب متفرقون فيه شركاء متشاكسون. أرباب متفرقون خير أم الله المستحق للألوهية الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الآلهة هي من صنعكم أنتم. أما الإله الذي أعبده وأطيعه وأنفذ إرادته وألتزم بأمره فإنه الإله الحقيقي الذي تسبح له كل مفردات الخلق السماوات والأرض. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. قيم بمعنى قائم. بمعنى قائم بماذا؟ قائم على الحجة، على البرهان، على دليل الفطرة، على دليل العقل، على دليل البحث والاستقراء والتجربة. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمعرفة الله تعالى تبقى مشروع يأسوه الناس ويكتشفوه الناس بما أوتوا في كل عصر وكل جيل من أدوات ومن مكتسبات تزيد تأكد وأن الله تعالى هو الأهل، هو الأجدر بأن يكون الإله المعبود المستحق للطاعة، وما دونه هي تخريفات وتوهيمات. هي التمثيل القرآني. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل هل يستويان مثلا. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. مقاربة القرآن الكريم في هذه الأمثال وفي تمرير الدروس هذه والاستنباطات العظيمة هذه، إقامة الحجة بالدليل البسيط على الفكرة الصعيبة المعقدة، باش يقارن بين الشرك وبين التوحيد. عقيدة، ولكن هذه العقيدة ما يكونش عندها قيمة لو ما تكونش واضحة على مستوى الفهم والإدراك متاع الإنسان المؤمن باش تأثر في وجدانه، في نفسيته، في سلوكه، في عقله، في علاقاته. بل أكثر من هذا، تخرج الدائرة أخرى باش يكون تأثير التوحيد في المجموعة المؤمنة. بل أكثر من هذا، تأثير التوحيد لا إله إلا الله في العالم وفي الكون. وذاك علاش القرآن الكريم صرح بالأثر تاع لا إله إلا الله في الكون وفي العالم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. في آية أخرى وأنا ربكم فاتقون. فتعدد الناس، تعدد الخلق، تعدد الوظائف لا يعني تعدد الآلهة، بل بالعكس، الإله واحد سلطه مركزية. إذا عنده هو فقط، ما يتقاسمهاش حتى مع أي إله آخر ولا يشاركه فيها سواه. بل إنه طبيعة الأشياء تثبت بأنه إذا تعددت السلطات يحدث التشتيت
ويحدث الاختلاف والتفريق. وكل من يجري فكرة التشتيت، نحن يقول لنا القرآن الكريم أراه ماهوش بتاعكم، اللي شتوا الناس وشتوا الدين وجعلوا الدين شيعة، بمعنى مجموعات متضاربة، بمعنى أفكار متناحرة. رب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لا علاقة لك بهم، لأن الخبيث لا يمكن أن يجامع الطيب أبدا، والشرك خبث في أصله، لأنه ما يهز إلا إلى الفرقة وإلى التشتت والتشظي والتشر. الفكرة هذه متاع أنه السلطة مركزية واحدة رغم أنه الأدوار مختلفة، بل بالعكس، كلما اتسعت دائرة الوظائف والأدوار نكون نحن مجمعينها في سلطة متحكمة واحدة. هذه اللي الإنسان في التطور متاعه قاعد يحقق فيها ومش نعطي عليها أمثلة. اليوم وقت نشوفوا في التكنولوجيا، نشوفوا قبل كان تعدى الإنسان يطمح باش يعمل آلة حاسبة تعطاها أرقام فقط وهي تعمل لك عملية حسابية. اليوم الآلة الحاسبة والآلة متاع الاتصال والآلة متاع تخزين المعلومات والآلة متاع الاسترشاد على الأماكن والمواطن فيه وآلة الاتصال بالصورة والصوت أصبحت كلها مجمعة في جهاز سميناه جهاز ذكي أو سميناه حاسوب صغير، علما وأنه قبل 50 سنة التالي وقت اللي تعمل أول حاسوب في أمريكا كان عبارة عن معمل يمسح هكتارات، كل بناية متخصصة في وظيفة من الوظائف، وبعد الجمع وقت الوظائف هذيك والناس تمشي وتجيب أوراق وتعمرها وكذا. 50 سنة أصبحت الوظائف هذه كلها اللي كانت عبارة عن معمل كبير أصبحت جهاز صغير تحوس به، تخلص به، تعرف به العناوين اللي باش تمشي بها، تحجز بها للأصفار متاعك، تعرف بها العلامات والمؤشرات العنوانية اللي ماشي بها. وفي دول أخرى نسموا نحن المدن الذكية اللي ما تهزش تحتك حتى وثيقة وما تهزش تحتك حتى مليم وحتى فلوس، جهازك الذكي ومسحة وبعض اللمسات وتعمل كل شيء. شوف، شركاء متشاكسون رجلا سلما لرجل، سلطة واحدة تقوم بالوظائف الكل وما زالت باش تتطور أكثر في مرحلة الذكاء الاصطناعي. نشوفوا موضوع الخدمات. قبل كنا نعملوا مكاتب متاع خدمات، والمكاتب هذه تكون بيروات متعددة، هذايا للاستشارة، هذايا للحساب، هذايا للدراسات، هذايا للتخطيط، هذايا الجدوى. طيب أصبحت كلها اليوم مجمعة كلها في ورقة واحدة في مكتب واحد. لما نشوف الإنتاج، قبل الإنتاج كان موزع، اليوم الإنتاج يبدأ من البحث والاستكشاف إلى الدراسات إلى التكوين إلى التمويل إلى الإنتاج والصنع والتسويق، الكل مع بعض. وحتى ولينا نشوفوا بواخر تدور في المحيطات تصيد الحوت وهي معمل يدور. الحوت هذاك في نفس المركبة هذيك، في نفس الباخرة هذيك يتنظف ويتعمل ويتجمد ويتعمل فتو وتمشي الباخرة وهي تتعدى على الدولة هذه،
تعطاها ما طلبته، وتدور ماكينات وهي معامل تمشي. وعلاش؟ حتى نختصر الوقت، حتى ما تكونش ثم وسائط، حتى ما يكونش ثم تشتيت للطاقة وللجهد وللثروة والمجهود العمل. نشوفوا اليوم في الكيانات السياسية نلقاو اليوم تأسيس أحلاف، نحلوا الحدود مع بعضنا، ونعملوا منظومات دفاعية مع بعضنا، ومنظومات استخباراتية مع بعضنا، ومنظومات للتدخل وللدفاع مع بعضنا. ناخذ أجود ما عندك وتاخذ أحسن ما عندي، ونعملوا بهم توليفة مشتركة بقيادة واحدة. شوف العالم، الحلف الأطلسي، شوف دول الاتحاد الأوروبي وغيره، هذه الكيانات اللي تتجمع وظائف مختلفة في سلطة واحدة تديرها. شوف ايش تعطيني ربح. نفس الشيء في الكيانات الاقتصادية، شوف الاتحاد الأوروبي وغيره. إذا دول كانت آنس متحاربة، اليوم نعمل دراسات اقتصادية للدول الكل رغم اختلافاتها. أحسن حاجة عندها روما هي اللي نخدم فيها فتح الحدود، ثم مصارف مشتركة وعملة مشتركة. نحن الأمر هذا طلبته منا أوروبا، الخمسة دول نتاع المغرب العربي طلبته من عندنا أوروبا. نحن نكره بعضنا وما نحبوش نطلقوا حتى على شيء، وهم يدسوا فينا. يا جماعة راكم خمسة، ما نحبوش نقبلوكم في صف، كل واحد في نعملوا له عملية واحدة. بروا خويا نقبلوا اموركم وجيبوا لنا ورقة واحدة وطلبوا لنا طلب واحد، ونحن زادا نعاملوكم معاملة واحدة. وما حبيناش. العالم كله يمشي للعقلية هذه، عقلية التجميع، قديش فيها من ربح. ونحن أمة القرآن، أمة اللي نقروا الآيات هذه شركاء متشاكسون ورجلا سمحا برجل، ما نجمناش نعملوها. ونشوفوا الليامات هذه في أماكن التوترات وأماكن الحرب. فلسطين تهدد، أخواننا في غزة ولا نجم واحد يدخل لهم بدون ماء وكفن، في حين يهودي ولا أمريكي تجرى له حاجة في العالم ولا جاوري تجرى له حاجة في العالم، العالم الكل يجي معاه يستنفروه، يا إما تخويف يا إما عقلية في حماية. شوفوا الأيمان في التوتر في الخليج أيضا، فهمتوا؟ تبقى دائما الدول الإسلامية دول سايبة، قرارها سايب، قرارها مشتت، ما عندهاش حتى حاجة تنظمها، حتى حاجة تجمع بيناتها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذرنا، اجتمعوا فإن يد الله مع الجماعة، وإن الذئب لا يأكل من الشاة إلا القاصية. الذئب ما يدخلش في القطيع ويبدأ يختار ويأكل، يبدأ مترصد من بعيد. النعجة اللي تتوع الهزيلة اللي تتأخر، البرش اللي يفتلاو العلوش اللي يضيع أمه في التلا ويبقى في التلا، هذاك هو اللي يمشي ياخذه ويستفرد بيه. الدرس ملأ محل شاهد باش نعرفوا وأنه كما سعدنا بلا إله إلا الله وتجمعت القوات وتجمعت الطاقات متاعنا وبعدنا على الاضطرابات والشذوذ اللي خلف طريق الإدمان والجريمة المنظمة والتطرف والعنف اللي نعيش فيه، أيضا راهي لا إله إلا الله أيضا بعدها أساسي في الأمة بتاع لا إله إلا الله، أنها أمة مجتمعة، أمة تخدم على نبض واحد، حاجاتها حاجات واحدة، طموحاتها طموحات واحدة، وأدواتها الدفاعية أدوات واحدة، وآمالها آمال واحدة. إن شاء الله ربي
ببركة رمضان وببركة العيد والصيام إن شاء الله يوفقنا أن نوصل إلى الحالة هذه اللي مش غريبة اللي عاشوها أسلافنا من قبل. ربنا اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا. ربنا يمن كتابنا ويسر حسابنا واعتق رقابنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أحقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدام المسلمين وأفرغ عليهم صبرا وانصرهم على أعدائهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة الجمعة اليوم بصفة استثنائية نصلوها في بداية الوقت، يعني نصف النهار و35 دقيقة، باش الناس اللي عندهم زيارات واللي عندهم ديال معنا سفرات ما يبقاش متعب. نصف النهار و35 دقيقة بإذن الله نصلوا الجمعة نتاعنا.